Ça fait la position bien. Si. شوية بسرعة. بين انطلاقات لايف صافي. شكرا. بداية شكرا للجنة التنظيمية الإخوة والأخوات في الاستقبال في الإعلام، وشكرا لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم هذا اللقاء، وخاصة جنود الخفاء الذين اشتغلوا ويشتغلون دوما إلى جانبنا من أجل إنجاح هكذا اللقاءات. مساء الخير للجميع. يسعدنا مرة أخرى أن نلتقي بكم وبكم مجددا في هذا المقهى الثقافي الذي سيطفئ شمعته الثامنة يوم 13 دجنبر المقبل. 8 سنوات مرت من عمرنا ووشمت لهذه التجربة المتواضعة التي هي في الحقيقة تخص بركة الثقافة وبركة الضيوف عشاق وعاشقات الثقافة المواطنة. هذا المساء كذلك نحن في ضيافة قصر الضراب بشراكتنا مع فندق تافيلات بحضور أستاذ وأخ عزيز دكتور محمد جبرون، الذي سيقود سفينة هذه النسخة 18، والذي سيبحر بنا في سفينة 3 ملوك: الراحل محمد الخامس، والراحل الحسن الثاني، والملك محمد السادس أطال الله في عمره. طبعا حول موضوع القضية الوطنية، قضية الصحراء المغربية، في أو خلال 3 ملوك بعيون مؤرخ شاب باحث مقتدر وأستاذ التاريخ. باسمكم جميعا نرحب به كل الترحاب، ونتمنى له كامل التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية أينما حل وارتحل، ومقاما طيبا في هذه المدينة الطيبة. الدكتور محمد جبرون من مواليد 1971، ازداد بإقليم تونات، أستاذ باحث في التاريخ، يعمل الآن حاليا أستاذ تعليم عالي لمادة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان. له العديد من المؤلفات والأعمال التاريخية والفكرية، من أبرزها وأعتقد أنه آخر إصدار تاريخ المغرب من ظهور الإنسان العاقل إلى وفاة الملك الحسن الثاني، وهو في 3 أجزاء. وكتاب آخر تحت
تحت عنوان الملكية في أفق جديد، أسئلة الدولة والديمقراطية والنموذج التنموي. كتاب آخر لا يقل أهمية هو كتاب مفهوم الدولة الإسلامية، أزمة الأسس وحتمية الحداثة، بالإضافة إلى العديد من المقالات العلمية المحكمة المنشورة في منابر إعلامية، وله كذلك أنشطة متعددة في ميادين الثقافة والمجتمع المدني. طبعا كما كنقولوا المناسبة شرط يأتي هذا اللقاء طبعا، ونحن في سنة 1924 ومن ورائنا 6 نوفمبر 1975 ذكرى المسيرة الخضراء التي تعتبر حدثا تاريخيا مفصليا في تاريخ المغرب والشرق المغربي، وليس فقط بل في المنطقة شمال إفريقيا وكذلك في العالم العربي وفي كل الدول الطواقة للتحرير والتحرر والديمقراطية من الاستعمار. من 6 نوفمبر 1975 إلى 6 نوفمبر 1924 عنوان كبير 2000 عنوان كبير من عناوين تاريخ وجغرافية المغرب الحديث، الذي عرفنا خلاله تغيرات وتطورات يمكن أن نلخصها في نضال تحرير الصحراء المغربية من الاستعمار الإسباني، وهي مناسبة نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز هذه الذكرى التي شكلت إجماع جميع مواطني ومواطنات المملكة المغربية على درب صيرورة واقعية تاريخية شاقة وطويلة ومعقدة لاستكمال مهام التحرر والتحول الديمقراطي، ضمان فضاء مكتمل ومزدهر يعزز الخيرات والخيارات الاستراتيجية. وتجسد هذه الذكرى محطة خالدة نستحضر فيها الملك الراحل الحسن الثاني، محطة فتحت الأبواب والنوافذ على تغيرات اجتماعية هائلة وقطيعة مع مغربين، مغرب ما قبل 1956 ومغرب ما بعد 1975، أي مغرب في طريق الحداثة والتجديد والانفتاح على الخارج، من دون أن ننسى مساهمة هذه الذكرى وهذه المسيرة في عملية اندماج اجتماعي يعبر عن استقرار وقوة الروابط الاجتماعية داخل المجتمع المغربي تحت راية الجبهة الداخلية الموحدة والمتماسكة. طبعا بهذه المناسبة نستحضر كذلك خطاب الراحل الحسن الثاني الذي ألقاه يوم 16 أكتوبر 75 بعد ساعات قليلة من إصدار حكم محكمة العدل الدولية لرأيها الاستشاري في قضية الصحراء، وهو الخطاب التاريخي الذي كشف فيه عن مشروع ثوري أطلق عليه اسم عملية فتح، وهو ما جسدته مسيرة التحرير السلمية التي ضمت 350,000 متطوع، وهو نفس المغاربة المولودين كل سنة نحو أراضي مغربية كانت حتى ذلك الحين تحت نيل الاستعمار الإسباني. ووصفها الراحل الحسن الثاني مسيرة حماسية جليلة وطنية وروحانية ونوعا من حج تملكي نحو هذه الأرض المغربية العتيقة، بناء على ما سبق وفي ضوء ما تسمح لنا به العلاقات الدولية من نقاش حول إنتاج المعرفة، وهذا هو الأساس. نريد اليوم
وأنا أتحدث مع زميلي الأستاذ العزيز الذي يحضر معنا، أستاذ التاريخ السي جمال الحمد، نود من خلال ومثل هذه اللقاءات أن يصبح هذا الموضوع موضوع نفكر فيه وبه علميا، ونتملكه بعيدا عن البهرجة وعن المناسبات وعن هكذا طقوس. اليوم نريد تفكير رصين عميق، نريد حوار اجتماعي حول قضية الصحراء وحول كل هذه المسارات التي قطعتها قضية الوحدة الوطنية. تجد المتتبع لهذه القضية الآن يستحضر الجذور والسياقات في أبعادها السياسية والجيوستراتيجية، انطلاقا طبعا من عملية فتح التي تشكل نقطة تاريخية كما قلت ومفصلية في تعاطي المغرب مع قضية الصحراء، ووفق مقاربة واقعية سياسية وصلت إلى عزم قوي يتجلى في إصرار المغرب على إنهاء الأطروحات الانفصالية والاستغلالية التي استهدفته بعدما تقوى موقفه بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبالأمس بنما، ناهيك عما أحدثته الدبلوماسية المغربية من صحوة ضمير لدى المنتظم الدولي بفضل تعاطيها القوي والفعال والناجع والاستباقي ورسم أهداف دقيقة وواقعية وفق الإيمان الراسخ لدى الشعب المغربي وقواه الوطنية وقواه الحقوقية وقواه المدنية وقواه الحية فيما يتعلق بشرعية الوحدة الترابية بالبرهان وبالبراهين التاريخية، وذلك من أجل تأييد المبادرة المغربية للحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية سنة 2007 كحل وحيد واقعي عملي دائم في إطار السيادة المغربية التي تستجيب لكل المعايير الدولية. طبعا أنا سعيد جدا بحضوركم وفي حضوركم لهذا اللقاء الذي نتمنى من الضيف العزيز والكريم أن يجعلنا نعيش جميعا في هذه ونحن نناقش هذه أو القضية الوطنية من خلال 3 ملوك. أنا سنة 75 المسيرة كنت لازلت طفل، وأغلبية الحضور كذلك لم يعيشوا هذه الفترات. اليوم اخترنا أن يضعنا الأستاذ بحضور طبعا الأستاذ التاريخ الصديق العزيز الفاعل المدني والحقوقي السي عمر الزيدي الذي سيواكب الضيف في هذا النقاش. قلت صفحات طويلة. أنا في الحقيقة كنت قد حضرت يعني جملة من الأسئلة ومن الإشكالات المرتبطة بهذه القضية، خاصة في قراءتنا لصفحات تاريخ المغرب الذي تكالب عليه الاستعمار الفرنسي سنة 1912 وما سبقه من مراحل مسلسل التغلغل الأوروبي في المغرب. وكان الهدف هو تدمير الدولة المغربية، بدءا بالحرب المغربية الإسبانية سنة 1860 وما حققه مؤتمر مدريد 1880 الذي عمم حق الحماية وصولا إلى تحقيق الأهداف الاستعمارية منذ سنة 1905. منذ سنة 1905 قلت. إذن هذا تاريخنا ويجب أن نتصفحه من جديد ونقرأه اليوم بعيون المعرفة. وأعتقد أن المؤرخ له دور كبير
في هذا البلد. لن أطيل أستاذي وضيفي العزيز، لكم الكلمة ومرحبا بكم مرة أخرى، وشكرا على تلبية الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم أستاذي سيدي مصطفى على الدعوة الكريمة. شكرا لهذا المشروع الثقافي الذي شرفني بالحضور والذي استدعاني لأكون بينكم ولأصل الرحم مع مدينة عزيزة على قلبي، وهي مدينة مكناس، التي ربما بعد مدينة طنجة وتطوان تكون هي المدينة الثالثة التي احتضنتني ولمدة ليست بالقصيرة، حيث قضيت فيها عام كاملا في المركز الجهوي سنة 97. وبالتالي فهي مدينة بالنسبة إلي مدينة ألفتها وألفتني، ولدي فيها أصدقاء ولدي فيها الكثير من الأحباب والذكريات. فشكرا لسيدي مصطفى وللجامعة الشعبية وللمقهى الثقافي ولهذا المشروع الواعد الذي أتاح لي هذه الفرصة. حقيقة لا يمكنني بهذه المناسبة أن أفوت الفرصة على نفسي لأعبر للقائمين على هذا المشروع سيدي مصطفى عن أولا إعجابي من جهة، ولكن أهم شيء هو يمكن نقول هذا التفاؤل بالمستقبل، لأن الذين يناضلون بالثقافة ومن أجل الثقافة في هذا البلد ربما أصبحوا قليلة جدا. فيمكن أن نجد الزحام على نوع من الأنشطة ونوع من المبادرة الثقافية، ولكن هذا النوع من الاستثمار في المادة الصلبة وفي هذا النوع من الثقافة كنظن يمكن نقول بأن المغرب كيعاني من الفقر شديد. فيمكن ليس فقط في مكناس أو في طنجة أو في أكادير، تقريبا كل المغرب المبادرات الثقافية الجادة التي تكون رديف للمدرسة، تكون رديف للجامعة، كنظن يمكن المبادرات معدودة على رؤوس الأصابع. وبالتالي فشكرا لكم وهنيئا لكم بهذا المشروع الثقافي، وأتمنى له النجاح، ونحن يمكنكم تعتبرونا جزء منه، وإحنا أعضاء معكم ولو أننا بعاد، فدائما نتابع هذا المشروع ونتابع أنشطته من خلال صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل. هذا الموضوع الذي نتحدث فيه اليوم يمكن كيف ما تكلم السي مصطفى يتعلق بقضية بالنسبة للمغاربة قضية مصيرية، هي قضية الصحراء، هي قضية وطنية. يمكن أن نكون باردين اتجاهها علميا، هذه المقاربة ممكنة ولكنها صعبة. لماذا صعبة؟ لأن ببساطة هذا الموضوع شديد الصلة بالنسيج العاطفي والاجتماعي بالنسبة إلينا كمغاربة. أنا بالنسبة لي شخصيا مثلا الموضوع الصحراء هو عندي به واحد العلاقة خاصة، ماشي كوني باحث مؤرخ أو شيء من هذا القبيل، لا، لأن كاين أفراد من عوائلنا الذين إما قضوا وإما جرحوا وماتوا، أعمامي، أبناء أعمامي. السي مصطفى أنا أظن بأن خاصة الإقليم ديال تونات راه تقريبا ليس هناك بيت أو دار اللي ما فيهاش جنود، وكاين فيهم اللي أسر، كاين فيهم اللي مات، كاين اللي فيهم اللي قضى المأمورية ديالو بسلام. ولهذا في مثل هذا الموضوع بعد أنا شخصيا من الصعب أن نتناولوا زعما بهذيك البرودة العلمية، وإن كان هذه المقاربة خاصها تكون، ولكنها في الحقيقة مكلفة وجدانيا. وبالرغم من ذلك سأحاول أنني نعمل هذا التمرين الصعب اليوم. فيما يتعلق بهذه المشكلة، جذور هذه المشكلة، قبل ما نتكلموا على إسهامات الملوك الثلاثة الذين حكموا المغرب بعد الاستقلال،
ونعني أساسا الملك محمد الخامس رحمة الله عليه، ثم الحسن الثاني، وأيضا محمد السادس أطال الله في عمره. قبل ذلك لابد من واحد المقدمة بسيطة تضعنا في الإطار ديال هذه المشكلة. مشكلة الصحراء بالنسبة إلينا هي مشكلة ديال إعادة تأسيس الدولة الحديثة. لو أن إفريقيا والمغرب والعالم لازلنا نعيش قبل تقاليد الحداثة السياسية وقبل الدولة القطرية ومفهوم الحدود، ما كانش غيقدر يكون عندنا واحد المشكل كبير. هاد شي حاجة سميتها الوحدة الترابية. فمفهوم الوحدة الترابية، مفهوم الحدود، هي مفاهيم مرتبطة بتقاليد الدولة القطرية والدولة الحديثة. حنا فوقاش بدات عندنا هاد الإرهاصات ديال بناء واحد الدولة حديثة في المغرب؟ بطبيعة الحال كاين هناك بين المؤرخين واحد العدد ديال الفرضيات وكاين واحد العدد النقاش، ولكن يمكن نعتبروا بأن بالنسبة إلينا معاهدة الحماية هي واحد نقطة، واحد اللحظة محورية في هذا التأسيس. لأن هذه المعاهدة بين المغرب وبين فرنسا وبالتبع مع إسبانيا، هذه المعاهدة تكلمت على واحد المغرب، ولكن بأي معنى هذا المغرب الذي تضمنته وثيقة الحماية؟ واش المغرب اللي هو الشمال وحده طنطان، ولا المغرب اللي هو ممتد حتى لنهر السنغال، المغرب اللي كيمتد حتى لود تافنا؟ شنو المغرب اللي كانوا وهم يتحدثون او يكتبون معاهدة الحماية في المخيال ديال الناس اللي كانوا كيكتبوها، بما فيها الموظف المخزني انذاك؟ ما عرفوش المغرب في معاهدة الحماية. وبالتالي جزء من المشاكل بعد ذلك هو حنا كنتكلموا على المغرب الممتد شرقا وجنوبا، ولكن الفرنسيين والإسبان كيتكلموا على المغرب اخر، كيقول لك لا هذا ماشي المغرب، هذه كانت ارض خلاء، هذه ما كانتش تابعه للكوم، هذا كذا الى اخره. فاذا جوهر المشكله بدا هناك. ولو اننا احنا هذا الموضوع وهذا الصراع مع القوى الاستعماريه هو صراع اللي هو قديم. المغرب بطبيعته بحكم موقعه وبحكم تاريخه هو تاريخ صراع. ملي كنا قويين وكنستحضروا التجربه ديال الدوله الموحديه والدوله المرابطيه والدوله الماريونيه، كانت حدودنا تمتد الى سراقسطا شمال اسبانيا، ووصلت حدود المغرب الى برقه في ليبيا، ووصلت حدود المغرب الى نهر السنغال في الجنوب. ولكن بعدما بدأ التدهور والتراجع في إطار كذلك حروب الاسترداد التي اللي عاشها المغرب في علاقته بالدول الإيبيرية وعلاقته بالعالم المسيحي، بدأ هذا المغرب في التقلص إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. إذا احنا دائما هذا النوع، هذا الصراع هو صراع راه ما غنتوقعوش بأنه سينتهي بالنسبة يعني في الإقليم في الحوض البحر الأبيض المتوسط. هذه الصراعات هي صراعات يمكن نقولوا ألفناها، وهي التاريخ نفسه. نقرأوا تاريخ المغرب في هذه الامتدادات راه منذ العصور القديمة، إلى درجة أن مثلا عندنا حضارة في التاريخ القديم، الحضارة الإبيرومورية. الحضارة الإبيرومورية مختلطة، اللي كانوا كينزلوا الإبريين ينزلوا المغرب، وحنا عاود اللي كنكونوا بحاجة إليهم نصعد للشمال. وهادشي كاين في الفترة اللي كانوا فيها الرومان وكاين قبل ذلك وهكذا. إذا هذا غير واحد الإطار عام لهذه المشكلة، حتى أننا نفهموا بأن راها المشكل لم يبدأ يعني في فترة الاستعمار أو لا، هذا الشيء عنده واحد الماضي قديم وهو مستمر. خص تكون عندنا القدرة للتعايش معه ولأن نعيش الصراع بكفاءة عالية من أجل حقوقنا وحظوظنا في المستقبل والعيش الكريم. فما
مثلا احنا بالنسبه لنا اول مره تطرح مساله الحدود في تاريخ المغرب عندما وجد العثمانيون في الناحيه الشرقيه. قبل ذلك ما كاينش في الاستغرافيا التاريخيه المغربيه ما كاينش حديث عن الحدود، المغرب يحد الى اخره، تجدها فقط عرضا. ولكن الحديث عن الحدود وترسيم الحدود عندما وجد العثمانيون في شرق المغرب. لهذا وجدنا أول تحديد الحدود كان في عهد المولى محمد الشريف سنة 1654 مع العثمانيين، والذي كان شبه اتفاق حول أن يكون وثبا فاصلا بين المغرب وما بين الجزائر العثمانية. وهذه الحدود هذه تكرست كذلك مع المولى إسماعيل بعد ذلك. لكن هذا هو المفارقة أو التطور اللي هو مهم، هو بعد احتلال الجزائر من طرف الفرنسيين 1830 هذه الحدود المتعارف عليها لم تعد يعني محترمة أو لم تحترمها سلطات الاحتلال الفرنسي لأسباب مختلفة. كل مرة كانوا كيخلقوا الذرائع من أجل اختراق هذه الحدود وتوسيع الجزائر الفرنسية، حيث أن وجدناهم بدعوى ملاحقة المقاومين، بدعوى ضرب المقاومة المغربية الجزائرية للاحتلال إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي. وسعت الفرنسيين وسعوا من حدود الجزائر الفرنسية، وإلى درجة خاصة في المناطق الجنوبية، لأن الشمال حصلت سويمة إلى حدود تقريبا فيغي، ولكن في الجنوب استطاع الفرنسيون بمكر أن يحتلوا الكثير من المناطق التي كانت على الأقل في هذه الفترة تحسب مغربية، حيث توجد الآن فيغي إلى 100 كيلومتر داخل الجزائر عمقا. في الجزائر كانت وادي الناموس 100 كيلومتر، حوالي 100 كيلومتر، هذه كلها كانت تابعة للمغرب في هذه الفترة قبل أن يحتلها، على الأقل الفترة العثمانية، قبل أن يحتلها الفرنسيون. نفس الشيء بالنسبة لقنادسة، نفس الشيء بالنسبة لتندوف، نفس الشيء بالنسبة لتوات. هذه كلها مناطق تم احتلالها انطلاقا من التراب الجزائري وضمت إلى الجزائر الفرنسية. كذلك موريتانيا بلاد شنقيط كانت أيضا لها روابط مع المغرب، والروابط التاريخية المعروفة. المغرب عادة ما كان سيادة السلطان كتحقق تقريبا بجوج الحاجات اللي هما أساسيين: الدعاء في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، وكذلك بأداء ما تيسر من الضرائب والأعشار للسلطة المركزية، والتي كانت تكون موسمية وفترات معينة وفيها تقطع وفيها. هادو هما كانوا جوج الحاجات اللي تقريبا علامات السيادة اللي كانت كتمارسها الدولة المركزية، وإلا فكل منطقة تعيش شبه استقلال ذاتي عن الدولة. فموريتانيا والمناطق الأقاليم الجنوبية كلها كانت من هذا القبيل، كما هو الحال أيضا في الشمال وفي الشرق وهكذا. لكن في سنة 1903 استطاعوا الفرنسيين كذلك انطلاقا من الجنوب من السنغال أنهم يحتلوا موريتانيا وأن يجعلوا منها مستعمرة سنة 1920. إذن عند توقيع معاهدة الحماية كان المغرب تقريبا جزء من مناطقه الشرقية والصحراء الشرقية ضمت إلى الجزائر، وكذلك أيضا جزء مهم اللي هو بلاد شنقيط ضمت إلى الفرنسيين، كذلك خرجت من سيادة المغرب. وقد بدل مثلا فيما يتعلق بموريتانيا بدا المولى عبد العزيز برغم المشاكل اللي كانت عندهم والصراع الداخلي اللي كان كيعيشوا المغرب ما بين مناطق السيبه ومناطق المخزن، حاول ما امكن ان يدعم واحد النوع من المقاومه الاحتلال الفرنسي لموريتانيا او بلاد شنقيط، ولكنها كانت يعني دعم السلاح محدود، ما كانش قادر باش انه يرد الفرنسيين. اذا عند توقيع معاهده الحمايه كانت هذه المناطق
تقريبا كلها خرجت من السياده ديال المغرب. فرنسا بعد الاحتلال وكذلك اسبانيا وقعوا مع المغرب المعاهده، ولكن هذا التوقيع كما اسلفت وقلت في البدايه انه لم ينص ولم يحدد مبدئيا ما مفهوم المغرب وما معنى المغرب واي حدود لهذا المغرب الذي تم الاتفاق بشأنه على إصلاحه وفرض الأمن على المستوى الداخلي وبين قوسين وتحقيق تلك الرسالة الحضارية والمدنية التي كانت ترغب في تحقيقها، أو على الأقل تدعي بأنها جاءت من أجل تحقيقها في المغرب. فتم تجاهل، وهذا تجاهل ماكر، تجاهل اللي هو يعني يضمر كثير من الأهداف السيئة والنوايا السيئة ضد الوحدة الترابية وضد مفهوم المغرب الكبير، لأنه ما كانوا كيعملوا بالبتي ماروك ماشي لو ماروك اللي هو تقليديا كنعرفوا حنا. بالتالي فبالنسبة إليهم بعد توقيع معاهدة الحماية أصبح بالنسبة إلى المغرب هو المناطق الشمالية خارج سبتة والليلية والجزر، والمناطق أيضا الجنوبية إلى حدود مصب نهر درعا. هذا هو المغرب اللي كان بالنسبة لهم كانوا كيرغبوا فيه. هنا هذه غير فقط باش نوصلوا للمرحلة اللي هي مهمة بالنسبة لنا، ومحمد الخامس بعد توقيع معاهدة الاستقلال أهم مشكلة واجهته وهي هذه المشكلة هذه. احنا وقعنا الحماية مع فرنسا، إذا فرنسا يجب أن تنسحب من المناطق التي احتلتها. شنو هي هذه المناطق؟ هو المغرب، بعد المغرب اللي كنقولوا المنطقة السلطانية، وكذلك من موريتانيا، وأيضا من المناطق الشرقية التي توسعت فيها. لكن الفرنسيين كان لهم رأي آخر في هذا الموضوع هذا، ونفس الشيء بالنسبة للإسبان، نتكلم على كل واحد فيهم. بالنسبة للفرنسيين لا، المغرب الذي تعنيه الحماية هو هذاك المغرب الصغير اللي هو كيمتد من الشمال إلى تقريبا مصب درعا، والشرق راه هو كذلك هذاك تابع للجزائر الفرنسية، وعملوا على توسعته لأنهم كانوا يطمحون للبقاء في الجزائر. لم تكن لديهم النية أصلا للانسحاب من الجزائر وإعطاء الجزائر استقلالها. فإذا هذه المشكلة أساسية. نفس الشيء بالنسبة للإسبان. الإسبان أيضا فيما احتلوه في الجنوب، يعني من ودرعا حتى الهويرة، هذه المنطقة هذه قسموها لجوج. واحد المنطقة قالوا هذه هي منطقة الحماية، واحد الجزء صغير حنا نتكلموا عليه. الجزء الآخر قالوا هذه كانت أرض خلاء ما عندها علاقة بالمغرب، وبالتالي حتى هما أصبحوا مستعدين فقط للانسحاب من واحد الجزء صغير من الصحراء المغربية، ولكن باقي الصحراء بالنسبة إليهم هي أرض خلاء، وبالتالي بحال موريتانيا كيف ما غنشوفوا إلى آخره، اللي ما عندها علاقة بالمغرب، ما عندها علاقة بسلطان المغرب، وبالتالي لا تعنيها معاهدة الحماية. إذا هذه هي الوضعية التي ورثها وجد نفسه الملك محمد الخامس رحمة الله عليه في مواجهتها. في هذا السياق إذا أهم تحدي سيواجه الملك محمد الخامس رحمة الله عليه هو تحدي استكمال هذه الوحدة الترابية، بمعنى كيف يمكن أن نستعيد ذلك المغرب على الأقل اللي كان في العهد ديال مولاي عبد الحفيظ مولاي عبد العزيز. ما نهضروش على واحد المغرب الكبير. فللأسف الشديد يمكن نقول هنا شيء من المثالية التي تميز بها، والطيبوبة الزائدة عن الحد التي تميز بها جلالة الملك محمد الخامس رحمة الله عليه. فوتت بعض الفرص اللي كان ممكن أن نلحقوا بها على الأقل بعض المكاسب في فترة مبكرة، وربما قبل أن تتعقد الأوضاع. وفي هذا السياق مثلا محمد الخامس رحمة الله عليه في لحظة من اللحظات عرض عليه الجنرال دوغول
المفاوضة والاتفاق بشأن الحدود الشرقية واستعادة أو أن يستعيد المغرب جزءا من التراب من صحراء المغرب الشرقية. لكن محمد الخامس بكل يعني هذه مثال في الحقيقة، هذه مثالية ومثالية للأسف لم تقابل بنفس الشيء من طرف من حكم الجزائر بعد ذلك، وهي أنه أنا لن أقبل هذا الموضوع. هذا ما يمكنش نناقشه معكم، ولكن نناقشه مع الإخوة الجزائريين مع الاستقلال، والأمر حنا نسويه بيننا كأشقاء. ولكن للأسف الشديد لم يحصل شيء من هذا. هذا فيما يتعلق بالجانب في المنطقة الشرقية. فإذا انتظرنا وكان ينتظر محمد الخامس استقلال الجزائر لكي نتفاوض معها ونتفق معها، وأن حتى الاتفاق كان يعني حتى الجزائريين جبهة التحرير الجزائرية كان فيها جوج تيارات، التيار اليساري وكان فيها واحد التيار آخر اللي يمكن نقولوا التيار ليبرالي اللي كان على رأسه فرحات عباس في البداية. هذا التيار الليبرالي كان نسبيا اتفق بطريقة ولا بأخرى مع محمد الخامس والحسن الثاني على أن هذا الموضوع هذا يمكن نسويوه بعد الاستقلال، ولكن الأمر لم يبقى بهذه الصورة بعد ذلك، وهذه نقدر نتكلم بعض التفاصيل ديالها بعد. فيما يتعلق بموريتانيا، فيما يتعلق بموريتانيا بعدما احتلتها فرنسا، وهذا الاحتلال كيف قلت بدا في 1903 وصبحت جزء من ذاك الكومنولث ومن ذاك التشكيله ديال المستعمرات الافريقيه الفرنسيه سنه 1920. في سنه 1947 تم الحاق تم الحاق موريتانيا بافريقيا الغربيه الفرنسيه، وهذا محمد الخامس انذاك والمغرب لازال تحت الحمايه عارض هذه الخطوه واعتبر هذا الامر غير شرعي الذي اقدمت عليه السلطات الفرنسيه، وانها بهذا العمل تحاول ما امكن ان تفصل بلاد شنقيط عن المغرب، وهذا مشروع يعني ينال من وحده المغرب ومن وحده ترابه، لأن ببساطة الفرنسيين اعتبروا وكانوا يعتبرون بأن موريتانيا خارج معاهدة الحماية وليست من المغرب منذ البداية. للأسف أمام هذا التعنت الذي أبدته فرنسا، لأنه بعد الاستقلال محمد الخامس بعد توقيع معاهدة الحماية حاول ما أمكن أن يقنع الفرنسيين بالانسحاب من موريتانيا، شأنها شأن بقية المناطق وأنها مشمولة بمعاهدة الحماية. لكن الفرنسيين كان جوابهم واضحا وصارما وصريحا بأن موريتانيا لا تعنيكم، وموريتانيا هي ليست معنية بمعاهدة الحماية، وأنها أرض ما عندها علاقة بالمغرب. هذا السياق أصلا المغرب طرف من جيش التحرير، وجيش التحرير في البداية كان استهدف القواعد الفرنسية واستهدف الوجود الفرنسي في موريتانيا، وأعطاه الأولوية على المنطقة الإسبانية. وأن جيش التحرير بعد الاستقلال وبعد دمج جزء منه في الجيش المغربي، الجزء الآخر اللي كان اللي رفض يندمج في هذا مشاو جزء مشى لهذه الناحية الشرقية التافلات من أجل تحرير المناطق الشرقية، والجزء آخر نزل نحو الجنوب واتجه في رحلة قاسية وطويلة، واحد الملحمة هذه خصها فيلم في الحقيقة، هذيك العمليات أنهم اتجهوا إلى جنوب يعني شمال موريتانيا جنوب المغرب، وهذا الشيء كله على الجمال ووسائل بدائية وحاملين في مناطق يعني صحراوية جرداء لا ماء ولا كلى ولا أي شيء، وتحملوا صعاب هذه الرحلة واتجهوا نحو شمال موريتانيا واستهدفوا قواعد الجيش الفرنسي هناك.
وخاضوا معارك وانتصروا في بعضها ضد الفرنسيين، وذلك في محاولة لتأكيد أن موريتانيا وبلاد الشنقيط هي ترتبط بالمغرب ارتباطا مصيريا، وأنها جزء من التراب المغربي. وكذلك محمد الخامس وفي هذه المرحلة هذه، ومن خلال دعمه لجيش التحرير قبل أن تحصل بعض المشاكل بعد ذلك، صرح في هذا السياق بعد زيارة لمحامد الغزلان، خطاب اللي هو شهير في 26 فبراير 1958، صرح بوضوح بأن المغرب لن يتنازل عن موريتانيا، وأن موريتانيا راها جزء من المغرب، وأنها لا علاقة لها بادعاءات الفرنسيين. لكن فرنسا للأسف الشديد تجاهلت كل هذه الأشياء، وأسست دولة موريتانيا، أسستها وضمتها للأمم المتحدة في 61، وسعت لها من أجل الاعتراف الدولي، كونت لها حكومة ورعتها وضدا أي نعم، وضدا على تيار كبير ومهم جدا من الموريتانيين الوحدويين الذين كانوا رافضين لتأسيس دولة منفصلة عن المغرب. منهم ولد عمير اللي هو الشارع الكبير اللي بسمي الرباط، هذا واحد من الأمراء التقليديين ديال المناطق ديال ترارزة في موريتانيا، واللي كان وحدوي، وغيره من الموريتانيين، وبعضهم يعني قضوا مدة طويلة في المغرب. هذا فيما يتعلق بموريتانيا. بالنسبة للصحراء اللي كانت تقع تحت الاحتلال الإسباني، وهذه الصحراء هذه هي من شمال القويرة حتى واد الدرعا، مصب واد الدرعا. هنا كاين جزء كيف قلت كانت كتعتبر إسبانيا هو خاضع للحماية، وهو الجزء الصغير، وجزء آخر اللي هو الكبير تقريبا يمكن نقول من القويرة حتى بالضبط، باش نعطيكم بالضبط، من طرفايا أراضي غير مغربية، فقط ادعى أنها أراضي غير مغربية، حتى واعترف فقط بخطوط الصحراء الواقعة بين طرفايا ومصب وادي درعا قرب طنطا. هذا هو اللي بالنسبة لهم تحت الحماية ما بين طرفايا وطنطان، هذا اللي ديال الحماية. الصحراء الأخرى كلها هي بالنسبة لهم أراضي إسبانية، كانت أراضي خلاء وما كاين عندها علاقة بالمغرب. فإذا بطريقة ولا بأخرى مستعدين ينسحبوا من هذا الجزء هذا من طرفايا وطنطا، ولكن الجزء الآخر ما يمكنش ينسحبوا منه. وحاول محمد الخامس رحمة الله عليه مرات أنه يدخل في مفاوضة مع الإسبان حول هذا الموضوع، ولكنهم كانوا متعنتين، وخاصة الجنرال فرانكو. إذا جيش التحرير بعد ما استهدف في البداية كيف قلت القواعد الفرنسية، أنه بعد ذلك استهدف أيضا الإسبان بعدما رفضوهم كذلك، وساروا على نفس المنوال وعلى نفس المنهج الذي سار عليه الفرنسيون، وأنهم بدأوا يرددون نفس المقولات الفرنسية، وأن الإسبان، وهذه هي يعني المثير في الحكاية، هو أن الإسبان حاولوا أن يكرروا نفس القصة التي فعلتها والتي حكتها فرنسا في موريتانيا، حاولوا أيضا نفس القصة يعودوها في الصحراء المغربية، يعني في المنطقة ما بين القويرة إلى حدود شمال طنطا. أشنو هي؟ هو أن غادي يحاول ما أمكن شكلوا هما جماعة بحال واحد المجلس الجماعي، بحال واحد البرلمان صغير فيه ما هو معين وفيهم المنتخبين، وحاولوا ما أمكن كذلك يشكلوا واحد النوع من الحكم ذاتي، ثم بعد ذلك غادي يشكلوا كذلك الدويلة
وكانوا غادي يعطيوها ايضا بنفس الطريقه اللي مشات بها فرنسا. ولكن قبل ما نوصلوا هذه التطورات، خاصه قائد الحسن الثاني حصلت بشكل واضح غنتكلموا عليها. انما في عهد محمد الخامس حقق جيش التحرير نتائج مهمه جدا ونتائج جيده في تحرير الصحراء وفي مواجهته مع الإسبان، لكن للأسف الشديد أن المشروع ديال جيش التحرير لم، ما نقولش فشل، ولكن لم يحقق النتائج المرجوة بسبب واحد التحالف اللي حصل ما بين الفرنسيين والإسبان من أجل تصفيته. وكانت هذيك المعركة الشهيرة إيكوفيو هي المعركة اللي للأسف الشديد كانت قاسمة، انتهى بها أمر جيش التحرير وسيطر الفرنسيون والإسبان على الأقل عسكريا على المنطقة. وبالرغم من الهزيمة، بالرغم من هذه الهزيمة اللي انهزم فيها جيش التحرير والمقاومة المغربية ضد الاحتلال الإسباني، بالرغم من هذه الهزيمة أن كان عندها واحد الأثر إيجابي جدا، وهي أن أقنعت الفرنسيين، ده المهم، أقنعت الإسبان بأن ضرورة أن يراجعوا موقفهم فيما يتعلق بوجودهم في الصحراء. وكان من نتائج ذلك هو عودة طرفايا سنة 58. فالانسحاب من طرفايا هو كان نتيجة غير مباشرة لهذه المعارك التي خاضها جيش التحرير والمقاومة المغربية ضد الاحتلال الإسباني، لكن بقيت المناطق الأخرى خاضعة للاحتلال. فإذا إلى حدود وفاة الحسن الثاني المغرب فيما يتعلق بالصحراء، إلى حدود وفاة الملك محمد الخامس فيما يتعلق بالصحراء، فالمغرب فقط استرجع طرفايا، أما الصحراء الأخرى اللي كانت تحت الحماية هذه بطبيعة الحال رجعت. بقى لنا سيدي إفني وبقات لنا المناطق الجنوبية حتى الكويرة كلها خاضعة للإسبان. والصحراء الشرقية أيضا لا زالت موضع نزاع في هذه المرحلة هذه. في عهد الحسن الثاني ستبدأ صفحة الكفاح من أجل أيضا استعادة الصحراء الشرقية وكذلك استعادة الصحراء الغربية في الجنوب. إذا بعد ما استلم الحسن الثاني الحكم في 61 اجتمع برئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة آنذاك فرحات عباس، اتفق معه على أن الحدود الاستعمارية، هذا هو المبدأ، أن الحدود الاستعمارية ليست حدودا شرعية، وأن بمجرد ما تستقل الجزائر وتستقر فيها الأوضاع، الجزائريين على الأقل بقيادة فرحات عباس مستعدون لمراجعة مسألة الحدود وأن يعيدوا للمغرب أراضيه التي تم احتلالها. هذا كان هو الاتفاق. ولهذا هي من الخيانات الكبرى اللي كاينه في علاقتنا بالجزائر، هي هذه الخيانة في الاستعمار وهذه الخيانة بعد الاستقلال. لكن هذا اللي مهم، هذا الوعود ولا هذا الكلام بين قوسين المعسول الذي قدمه قادة الثورة الجزائرية للملك الحسن الثاني رحمة الله عليه وقبله محمد الخامس، لم تكن تصدقه الأعمال على الأرض. فمثلا كيف ما كتعرفوا الانسحاب ديال الفرنسيين من الجزائر وإعطاء الاستقلال جاء عقب واحد الاستفتاء شكلي، معنى الفرنسيين حق تقرار المصير وداك اللغة هذه، حق تقرار المصير بالنسبة للجزائريين. إذا الجزائريين غادي يختاروا واش يختاروا يبقاو تحت الاحتلال الفرنسي ولا يبغيو الاستقلال. عملوا واحد الاستفتاء. هذاك الاستفتاء من المناطق التي استفتيت كاين المناطق الصحراوية ديال المغرب اللي هي تندوف والمناطق في الصحراء الشرقية. جزء الناس اللي كانوا في تندوف واللي كيعتبروا نفسهم مغاربة تاريخيا رفضوا يشاركوا في الاستفتاء. رفضوا احنا مغاربة ما عندنا علاقة، هذا الأمر كيعني الجزائريين.
نكل به وقتل منهم على الأقل اللي كتذكر بعض التقارير حوالي 120 مغربي الذي قتل في تندوف فقط لأنهم قالوا حنا ما نشاركوش في الاستفتاء لأنه كيعني الجزائرية وحنا ماشي جزائريين وتندوف مغربيين في ذاك الوقت. وهذا مع وجود هذه الوعود ديال أننا حنا مستعدين بعد الاستقلال نناقشوا هذا الأمر ونرجعوه. بعد استقلال الجزائر بطبيعة الحال ثبت بأن قادة الجزائر الجدد وحكام الجزائر الجدد غير مستعدين بتاتا لمراجعة هذا الأمر، وتلكأوا في التجاوب مع المغرب، وخاصة بعد سيطرة جماعة بن بلة على جبهة التحرير. وكان فيها شيء انقلاب لأن حصلت واحد بين قوسين واحد شوية بحال حرب أهلية في الجزائر عقب الاستقلال ما بين هاد جوج تيارات، التيار اليساري والتيار بين قوسين الليبرالي في جبهة التحرير. بل أكثر من ذلك، وهذا اللي يجب أن نذكر به، بل أكثر من ذلك أنهم هاجموا عدد من النقاط الحدودية الشرقية في المغرب وقتلوا عدد من الحراس في أكتوبر سنة 63. وهذا كان هو السبب لما يسمى ويعرفوا بحرب الرمال، لأنه ديك حرب الرمال اللي كتكلموا بزاف ديال الناس كيذكروا، ولكن للأسف الشديد وكأن المغرب زعما هو ذاك البلد الطاغي القوي عنده الجيش ويلا استقل عمل عنده واحد 7 سنين ولا 5 سنين ديال الاستقلال وبغى يتفرعن خالص الجزائر ومشى هاجم الجزائريين، وكأن الجزائريين آنذاك كانوا ودودين. ويعني للأسف القصة ما فيها هو أن المبادرة العسكرية الأولى التي كانت وراء إشعال فتيل هذه الحرب هذه هو اعتداء الجزائريين، الجيش الجزائري الذي كان في دور التشكل. يمكن فقدين السيطرة عليه، هذا شيء يمكن يتقال، ولكن الأساس هو هذه الحوادث ديال مهاجمة عدد من النقاط الحدودية المغربية في الناحية الشرقية. بل حتى بعد ذلك حاول المغرب وارسل 2 البعثات دبلوماسية، وحده كان فيها الله يرحمه بوطالب وأحمد بلافريج، البعثة الثانية كان فيها بوطالب والمذبوح الجنرال المذبوح اللي تورط بعد ذلك في الانقلاب، من أجل أن هذا الموضوع هذا يتسوى سلميا بدون حرب. ولكن في المغرب في النهاية هذه المساعي الدبلوماسية لم تفلح، واتجه المغرب إلى الحرب ضد الجزائر، والتي في الحقيقة انتصر فيها المغرب في واحد العدد ديال النقاط وتوغل وكان على مشارف تندوف، ولكن تدخلت واحد العدد ديال الوساطات الدولية العربية والأجنبية والتي ضغطت على الحسن الثاني بشكل قوي باش أنه يوقف من جهة. ولكن الأسوأ من هذا، وهذا ذاك الجنرال المغربي بن عمر اللي عبر عليه، هو أن هذيك الانتصارات العسكرية على الأرض للأسف ما لم نثمنها، أنه جيش منتصر كيتراجع وكيترك كل المناطق اللي هو وهي مطالبنا المشروعة وكيرجع للوراء استجابة لوساطات وهكذا وشيء من هذا القبيل. إلى صلة ديال إثيوبيا والتركستان وغيره كان بزاف بما فيهم أيضا حتى بعض العرب. والجزائريين بالمناسبة في هذه الحرب، وهذا يجب أن لا ننساه، كانوا مدعومين بالمصريين وبالسوريين، لأن كانت الموضة آنذاك ديال الحكومات الثورية التقدمية في العالم العربي، وتحالفوا ضد المغرب في هذه الحرب. وبرغم من ذلك المغرب، وهنا باش نتكلموا هذا التاريخ على أي حال، لأن ما يخرج شيء نديروا مع السياسة، لولا احنا المغرب في هذه المرحلة ولا السلاح الأمريكي والسلاح اللي واحد العدد ديال الدول اللي عطته المغرب وخاصة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، كان ممكن المغرب أن ينتهي مبكرا، كانت الملكية وما معها تنتهي مبكرا، وحتى الصحراء لم يكن ممكن أبدا أننا نربحوها ونسترجعوا ولو ذرة رمل لولا هذا الدعم في هذه المرحلة هذه. انتهت هذه الحرب باتفاق باماكو في 64، ووقع ذاك الاتفاق ديال وقف إطلاق النار. بعد هذا الاتفاق
ديال باماكو في 64 اللي هو في الحقيقة جمد المطالب المغربية فيما يتعلق بالصحراء الشرقية. جمد المطالب المغربية. هنا غنتكلموا، غادي يوقع واحد الحدث مهم في الجزائر تقريبا بعد حرب الرمال يعني بشهور، يعني ماشي مده طويله. هو الانقلاب اللي حصل في الجزائر وصل بومدية للحكم 65. هذاك الانقلاب بومدية جا بواحد الخطاب جديد، واحد اللغه جديده فيما يتعلق بعلاقات المغرب، وانه جا المغرب وصرح بان احنا ما بقى عندنا مشكله مع فيما يتعلق اولا من موضوع الصحراء، احنا ما عندنا علاقه به، وان هذا الموضوع ديال المغرب والجزائر ما عندها دخل فيه. وكذلك وقع مع المغرب واحد المعاهده ديال حسن الجوار في 69. وهنا وهذا اللي مهم، وصل الامر الى اتفاق، وهذا مهم زعما بصراحه. انا كنظن من الاشياء اللي خصنا نبداو نذكروا بها الاجيال الجديده اللي ما كيعرفوهاش. اتفاقيه ديال تلمسان في 70 ما بين المغرب والجزائر. هذه الاتفاقيه التي تنازل فيها المغرب، هذا اللي خصنا، تنازل فيها المغرب على مطالبه الصحراء الشرقيه، ولكن في المقابل علاش تنازل؟ نازل باش يحيد، شوف، باش يحيد على الاقل الجزائر ما تبقاش تزاحم المغرب فيما يتعلق بالصحراء، واعترف لموريتانيا باستقلالها. غادي نجيو نتكلموا عليها، باش حتى موريتانيا ما تبقاش كذلك تزاحم المغرب. لان علاش؟ الامم المتحده دخلت، وهذا ربما يمكن نعتبره من الاخطاء، ملي تطرح الموضوع في لجنه تصفيه الاستعمار، واحد تما غتدخل بعض المفردات اللي هي كانت خطيره في الحق في التبعيد ديالها واستقلالها. هو الاطراف المعنيه في الصراع، الاطراف المعنيه كنا الموضوع غير بيننا وبين الاستعمار اللي هو اسبانيا، اصبح بيننا وبين كاينه موريتانيا، كاينه الجزائر. فالمغرب نازل، الحسن الثاني رحمه الله عليه نازل على الصحراء الشرقيه واعترف لموريتانيا بالاستقلال، اللي حتى 69 مازال المغرب كيطالب موريتانيا، على اساس ان هذا الموضوع ديالنا ما يبقاوش يزاحمونا فيه. ومع هذا التنازل بالنسبه للجزائر، وانا كنتكلم على الجزائر، مع هذا التنازل ان هذاك الشيء اللي شو باش تعرف واحد التاريخ مزيان يتذكر، ان المغرب في ذاك الوقيته اعطى الحق للجزائر، او على الاقل طرحت فكره ديال استغلال ذاك المناجم ديال الحديد اللي غار جبيلات اللي هي في تندوف، الاستغلال المشترك ديالها، وان التصدير ديال داك الشيء غيتم عن طريق طرفايه، غادي نديروا ميناء تما، واحد الاستغلال مشترك. وبغيتي الجزائر انذاك من فلسطين الاطلسي حنا كنحققوا، ولكن تحت السياده المغربيه في اطار واحد من التعاون وحسن الجوار الى اخره. هذا هو الاتفاق ديال تلمسان في 1970. لكن للاسف الشديد المغرب التزم، وبقي بوطالب الله يرحمه يطارد بوتفليقه، كان ذاك هو وزير الخارجيه، يطارده في اللقاءات والمؤتمرات من اجل نزلوا هذا الاتفاق، من اجرؤوه عمليا فيما يتعلق باستغلال المنجم ديال غرجبيلات وداك الشيء الاخر. للاسف الشديد في واحد النهار بوطال غادي كيحكيها بوطالب الله يرحمه، كيقولها بوتفليقه، كيقول له قال شوف الله يخليك، انا هذا الموضوع باش نكون واضحين، حنا ما بقيناش عندنا غرض في هذه القضيه الاستغلال المشترك، هذا الشيء يسمحوا لنا سد على الموضوع. هذه من الخيانات الاخرى كذلك اللي يمكن نضيفوها للاشياء اللي تكلمنا عليها. بالرغم من هذه الغصه، لانه مؤلمه هذه المساله، كونك يعني تخدع انك اتفقتي في واحد الاطار معين وتنازلتي على حقوقك الترابيه في مقابل اشياء الى اخره، فاذا به هذه الجزائر بقات دائما ذاك المسمار ديالها معك في الصحراء،
وبقات كذلك حتى ديك غير الجبيلات وداك الشيء ديال تندوف ما كاين منه والو. اذا انت في نهايه المطاف راك انت خسر. هذه الاتفاقيه اللي توقعت في 70 ديال الحدود، في 72 عفوا تم توقيع الاتفاقيه بعد مؤتمر تلمسان، وصدق عليها وبقات معلقه تصدق عليها البرلمان المغربي في 1992، حوالي 20 سنه بقات. ولكن المغرب في النهايه لانه بغى هذا الموضوع هذا يسدو بصفه نهائيه، وباش ما يبقاش ادنى شك بالنسبه للجزائر انه المغرب مازال عاد غادي يفتح هذيك الصفحه ديال الحدود الشرقيه، ولا هذا الموضوع اصبح جزء من الماضي بالنسبه للمغرب رسميا بعد مصادقه البرلمان على الاتفاقيه في 92. شنو بقى لنا الموضوع ديال الصحراء الغربيه والجنوب، اي الجنوب، الصحراء المغربيه في الجنوب. هنا الحسن الثاني حاول مع فرانكو في عدة لقاءات في 63 في 65 في 71 إقناعه بالانسحاب من الصحراء المغربية، لكن للأسف الشديد دون جدوى، وخاصة بعد ما تم اكتشاف الفوسفات والمناجم ديالو إلى آخره. هنا لجأ المغرب للأمم المتحدة، استعمل المغرب الأمم المتحدة في 64 في محاولتين زعما لإحراج إسبانيا باش تنسحب كذلك إلى آخره. لكن إسبانيا هنا انسحبت فقط من سيدي إفني اللي كانت باقا محتلة، ولكن لأن الأمم المتحدة هذاك القرار كان أصدر واحد القرار ألزم إسبانيا بالانسحاب من سيدي إفني، والزمها بالتفاوض مع الاطراف المعنيه. باش قلت لكم هذه الاطراف المعنيه اللي في 64 بدات هذه الاطراف المعنيه، التفاوض مع الاطراف المعنيه من اجل تقرير مصير الصحراء ضمن لجنه ديال تصفيه الاستعمار. هذا واش يمكن نعتبروه من الفخاخ التاريخيه التي وقعنا فيها، أم أنه فرصة استغليناها؟ لا أدري، يمكن هنا يكون تحليل يكون نقاش. لأن المغرب ملي طرح الموضوع للأمم المتحدة دوزوا لجنة تصفية الاستعمار. هذه لجنة تصفية الاستعمار جوج الحاجات اللي هما قاسيين كانوا. هو أولا هذا الموضوع ما بقاش ديالنا بوحدنا، ما بقاش مغربي، ولا المغرب والأطراف المعنية، وأصبح أنه جزء من تصفية الاستعمار اللي هو دابا الخصوم كيستعملوها مع العلم ان المغرب ملي طرحها هو اللي مشى لجنه تصفيه الاستعمار على اساس هو صاحب الحق الشرعي. دابا اصبح ان وكان المغرب هو المستعمر والاخرين كيستعملوه في لجنه تصفيه الاستعمار، هو مازال في لجنه ديال تصفيه الاستعمار الى اخره. وهذه الاطراف المعنيه هي اللي حاول الحسن الثاني رحمه الله عليه انه يحيدها من خلال هذاك الاتفاق ديال تلمسان ديال الحدود مع الجزائريين، وكذلك من خلال ايضا الاعتراف لموريتانيا بالاستقلال كامر واقع اللي مابقاش عاد صافي القضاء المغربي بدا يزيد فيه في 69. اذا بعد هذا طرح الموضوع على اللجنه ديال تصفيه الاستعمار وهذا القرار اللي كان شويش يعني قرار ملغوم في الحقيقه، ربحنا سيدي إفني في 69، ربحنا سيدي إفني، ولكن بقات الصحراء الاخرى اللي هي تحت الاحتلال. وان هذيك الترضيه اللي قام بها المغرب لهذه الاطراف بين قوسين المعنيه اللي هي الجزائر وموريتانيا للاسف الشديد لم تؤتي اكلها. وايضا وهذا اللي خطير ان اسبانيا تصم اذانها عن كل هذه الاشياء، وانها متجهه باصرار وبسرعه نحو اعاده قصه موريتانيا في الصحراء المغربيه، وانها تسعى كونت نخبه. بالمناسبه دابا ملي كنسمعوا هاد ولد رشيد وهاد الاخوان النخب الصحراء، هادو راه من الجهه الشرعيه ديالهم راه ماشي من اليوم، راه الابن ديالو الجدود ديالو عندهم الجماني ودرشيد، راه هادو هما ديك اللي انسحبوا من ديك الجماعه والجمعيه اللي اسسوها
الاسبان، واللي كانوا من خلالها باغيين يديروا حكومه محليه ويعطيو استقلال ذاتي للصحراء. وهادو هما اللي هرسوا هذاك بين قوسين ديك المؤامره، وانسحبوا وجاو عند الحسن الثاني رحمه الله عليه والتحقوا بالمسيره. وبالتالي شويه الحظوه راه فيها بحال واحد الترضيه، واحد الاعتراف بالجميل في واحد الوقيته اللي كان المغرب يعني كيعاني من واحد الازمه شديده في هذا الموضوع. هذا غير التاريخ كيعطينا شي اضاءات على ملي كنشوفوا شي حظوه في شي قنت وعند شي ناس، راه نعرفوا بان عندها شي جذور ديالها ولا عندها بعض الخلفيات. اذا هنا ايضا امام هذا الوضع هذا وامام مساعي اسبانيا باش تقتطع الجزء والسعي ديالها الحثيث باش تاسس فيه الدوله، باعتباره كان ارض خلاء ودابا عاد بانوا فيها الناس وما عندهم علاقه بالمغرب. اذا اتجهوا باش انهم غادي ياسسوا دوله تما. المغرب في هذا الاطار اولا اتجه لمحكمه لاهاي في 74، وهذاك الاتجاه ديالو لمحكمه لاهاي كان بهدف شيء واحد، واثبات بانه هذوك الناس اللي كانوا كيعيشوا في ذاك الارض راه عندهم علاقه سياسيه شرعيه كتربطهم بالنظام المخزن المغربي، ودلا المغرب وثائق ديال البيعات المتبادله بين سلاطين المغرب وملوك المغرب تاريخيا حتى ديك الفتره. بطبيعه الحال محكمه العدل انذاك اعترفت بهذه الروابط، وهنا ستظهر كذلك الجزائر مره اخرى. شنو هو الجزائر؟ غتعترض على هذا القرار، غادي تقول في ذاك الوقت بانه بدي شوف روابط البيعه راه ما كتاسسش ما كتاسسش للسياده في الفكر السياسي الحديث. عمارة الدوله الحديثه ما كتقامش على البيعه وشي، ما كتقام على تقرير المسار وعلى المفاهيم الحداثيه متجاهله كل هذا التربه. مع العلم ان حنا كنتكلموا في 94 وحنا كنستحضروا بان بومدين صراح امام مؤتمر القمه الاسلاميه بالدار البيضاء بانه راه ديكنا الجزائر ما عندنا علاقه بهذا الموضوع هذا، بالرغم ان الجزائر اعطاها المغرب وتنازل على حقوقه الترابيه في الصحراء الشرقيه. برغم كل هذه الاشياء هذه للاسف الشديد كنوجدوا بانه في 94 الجزائر ما زالت تطرح نفسها طرفا معنيا وتقحم نفسها في هذا الموضوع. بطبيعه الحال هنا جوج الحاجات، اما انك غتبدا تمارس هذا النوع من السياسه مع هذه الاطراف، ولا غدير الحرب ضد الاسبان، ولا خصك تفكر شي تفكير مختلف. هو اللي دارو الحسن الثاني، هو المسيره الخضراء. فالمسيره الخضراء هي واحد المشروع، هي واحد الابتكار اللي هو جديد ما كانش مألوف في التقاليد ديال التحرير. راه اذا كان غاندي كيقاوم بالصوم بالاضراب عن الطعام، راه المسيره هي واحد الشكل نضالي جديد ما كانش مألوف، ما كناش كنعرفوا، ما كاينش على الاقل في حركه التحرر كنعرفوش شي جهه ما دارت مسيره باش تحرر واحد المنطقه معينه سلميه بدون السلاح. وراه هذا هو الجانب التميزي. بالمناسبه فكره المسيره الحسن الثاني طرحها على واحد الدائره ضيقه جدا، اطار التشاور. منه انذاك ما خاطنيش الذاكره عبد الرحيم بوعبيد وكذلك بوسته الله يرحمه، وكلاهما عارض الفكره، قالوا له راه فيها مغامره. والحسن الثاني رحمه الله تشبث بهذه الفكره هذه ونفذها. كيقول بوطالب بان عدد المشاركين وهذا هو المتداول 350,000، لان عدد الموالد المغاربه كانوا حوالي 350,000، وبالتالي حنا غنصيفطوا تو اذا ضحينا نضحيو بواحد الموالد ديال عمجي، زعما نضحيو بواحد قناة الخطاب. قناة الخطاب قال 10% من الزيادة ديالنا السنوية غادي تمشي بالمسيرة 350. اللي كيقول بوطالب هو عدد المشاركين كان اكبر من ذلك، كان حوالي 500,000. كيقول فقط هذه رمزيه وصافي استعملنا، اما عدد المشاركين هو كان اكبر من ذلك. مهما يكون العدد فعلا كانت ملحمه وطنيه، حركه تحرير وطنيه حقيقيه، ما كانتش فولكلور.
وكانت محفوفه بالمخاطر، ما كانتش عمليه سهله لا من الناحيه اللوجستيه والتنظيم ديالها ولا من ناحيه الاهداف ديالها. وفعلا استطاع ولهذا كانت فيها مغامرة ونجح فيها الحسن الثاني رحمة الله عليه، أن فعلا استطعت أن مباشرة بعد المسيرة الخضراء تحركت في التفاوض من جديد مع فرانكو والسلطات الإسبانية. وهذا التحرك اللي أترك له، بحيث أن في 28 فبراير 76 جاء العالم المغربي فوق العيون. قبل ما نكمل في هذه القصة، كيفاش ردت الجزائر، وهذا كذلك من الأشياء اللي زعما مؤلمة ومؤسفة، كيفاش ردت الجزائر على هذا الحدث، وأنه المسيرة كانت في نوفمبر في دوجنبير، طرد 45,000 عائلة مغربية في شهر دوجنبير. مباشرة مور المسيرة هذوك المغاربة نهار العيد في العيد الكبير مباشرة مور المسيرة إلا رجعوا الناس 45,000 بدون سبب، بدون حتى غير شي بروباغندا معينة، نقولوا جواسيس مخبرين شي حاجة من هذا القبيل باغيين يديروا شي فتنة، بدون أدنى سبب تم تشريدهم وتحشيرهم للحدود وجردوهم مجردين من كل متاعهم ومن كل أملاكهم. منهم وكاين اللي جا جزائريات يخليهم مع الاولاد ويجيبوا الراجل او لا جنون، حقيقة جنون. منهم قائمة العشي كثير. ما كاينش المدينة اللي غتمشي ليها دابا ما غتجبرش فيها بعض الناس اللي هما رجعوا. كاين دابا في العوائل ديالنا الناس اللي هما كانوا رجعوا من ذاك المرحلة. على أي حال في 76 نجح المغرب باش أنه يحصل على الاستقلال ديال الصحراء. وهنا كذلك هذه عاود خصوصا الأجيال الجديدة والشباب، وهذا المغرب راه حصل غير على هذيك الصحراء، راه حصلنا على حدود الداخلة والذهب. أيوه، الجزء التحتاني من الداخلة حتى موريتانيا هذاك عطيناه لموريتانيا، قسمناها حنا وموريتانيا. من بعد غادي يجي علاش هاد كذلك بعد ما نجح المغرب في هاد حقيقة في هاد الخطوة اللي كانت مهمة جدا واسترجعنا جزء من الصحراء المغربية، وبقى يمكن نقول كنا قاب قوسين أو أدنى من طي هذا الملف. خلقت لنا شي حاجة سميتها الجمهورية العربية الصحراوية في 76 اللي هي البوليزاريو. وهذا البوليزاريو راه باش نعرفوا للاسف هو التاريخ مهم جدا. هذا البوليزاريو راه في الاصل ديالها راه هو شباب مغربي، طلبه، الاتحاد الوطني، الدراري اللي ناضلوا من اجل التحرر ديال الصحراء من الاستعمار. هذه هي الانطلاقه هكا في البدايه. كنت معهم. كنت معهم. والسلام هي البدايه. وارتكب المخزن المغربي بعض الاخطاء، خاصه في بعض التظاهرات في طنطا اللي كانت ضد الاحتلال والمغرب، ديك الحراج مع الاستعمار وكذا، قماع وعمل شي امور. ولكن هذه هي القصه في النهايه. ولكن تم سرقه هذه المناضلين، وتم يعني السطو على هذه الحركه هذه وتحويلها الى حركه انفصاليه في اطار واحد عاود كثير ديال الاوهام. هذا هو موضوع بوحدو، هذا خصو نتكلموا عليه السي عمر يمكن يتكلم عليه اكثر مني. خلقت لنا هذه المشكله. بدينا الان اذا لاحظتوا بان تحررنا من الاستعمار على الاقل، ولكن خلقت لنا مشكله اللي هي سميتها الجمهوريه العربيه الصحراويه، حركه انفصاليه اول مره غادي تطرح لنا في النسيج الوطني ديالنا. احنا ما عمر كانت عندنا حركه انفصاليه بعد الاستقلال، ما عانيناش من حركه انفصاليه، كانت هذه هي الاولى. اذا الامر ما الفيلم كيف كنقولوا ازداد تشويقا في هذه المرحله ملي ظهرت البوليزاريو على السطح،
ومن ورائها الجزائر والقذافي وبعض الحركات أو بعض الأنظمة القومية العربية الأخرى اللي مش ضروري نتكلموا عليها. الفيلم غيتزاد في هذا التشويق هو ملي كاين تواطؤ ما بين الجزائر الموريتانيين على الانسحاب من هذاك الجزء اللي كانوا كيسيطروا عليه، اللي هو من الدخله حتى القويره، على اساس ان الجيش المغربي يمكن يعجز وما عندوش القدره باش يملؤ ويدافع عليه، ويجي البوليساريو على الاقل غتصبح داك الجزء من التراب في الصحراء وغتعلن فوق منه الدوله الصحراويه وهكذا. وخبرت المغرب موريتانيا بكل دبلوماسيه مع يد لها واليد هنا، خبرت المغرب بان هي ما قدرتش تحمل الكلفه الماديه والكلفه السياسيه ديال الوجود ديالها في الصحراء بعد ظهور البوليساريو، وانها لا قوه لها بمواجهه الجزائر بالدرجه الاولى، وانها غتنسحب، وانها تنازلت للمغرب على ذاك الجزء بمحضر مكتوب بانه حنا بقى عندنا علاقه بهذا الجزء هذا في سياسه المغرب داخله الى الكويره، ولهذا المغرب زعما تحمل مسؤوليتك الا ما قدرتيش تدافع على شغلك هذاك. وفعلا استطاع المغرب بالرغم من ذاك الامكانيات الضعيفه، راه كنهضروا في واحد الوقيته راه هذاك الصحراء بكل ذاك الامتداد وانت جيش بين قوسين نظامي محدود من حيث السلاح والامكانيات، تواجهه بين قوسين حركه بين قوسين كتنهج اسلوب حرب العصابات، ما كتعرفوا من كيخلقوا عليك وسبوا مشاكل كبيره، بل فظاعات ارتكبت في الحقيقه في حق الجنود المغاربه وفي حق السكان ديال المناطق الجنوبيه. منهم جزء منهم هما هذوك اللي كونوا منهم بين قوسين مخيمات اللاجئين، بين هذه المخيمات اللاجئين للاسف الشديد، وهذه كذلك من الاشياء اللي هي غلطه عند بزاف. معظمهم تم تهجيرهم قسرا من المناطق ديال قلمين ونواحيها كالماعز، حشروهم حشرا باش يشكلوا منهم مخيمات، ماشي الناس هربوا زعما بين قوسين كما كيروج البعض من فظاعات وجرائم وقمع النظام المغربي وكذا واتجهوا الى خيام كي يعيشوا في خيام في تندف. ابدا، البعض يمكن كان بالنسبه للبعض اللي هربوا كذا، ولكن الاغلبيه الناس الاسر والعوائل كلهم تم تهجيرهم قسرا وتم تشكيل هذيك المخيمات. بطبيعه الحال المغرب نجح انه يوضع القواعد ديالو بعد انسحاب موريتانيا، وامتدت الامور الى حدود الحمد لله الى حدود القويره، ولكن هادشي كان عنده واحد الثمن غالي من الارواح. هنا واحد التطور كذلك مهم جدا غادي يحصل بعد ما انسحبت موريتانيا وبعد ما المغرب دابا يمكن نقولوا فرض السيطره ديالو واسترجع السياده ديالو على صحرائه. دابا بقى عنده مشكل اساسي وهو حركه انفصاليه سميتها البوليساريو، وهي حركه بين قوسين هي واجهه فقط لمؤامرات الجزائر، وهي واجهه كذلك لتنفيذ اجنده الجزائر، والتي لا تريد المغرب ان يكون قويا وموحدا. هذا هو، وهذا الشيء عنده خلفيه تاريخيه، لو الامر اتيح لنا يمكن نناقشوه في شي وقت اخر. هذه الحرب اللي اندلعت مباشره 76 77 78 تقريبا الى حدود سنه 80 كانت حرب قاسيه بالنسبه للمغرب، وتحمل فيها المغرب عناء شديدا الى درجه ان بعض التقديرات الامريكيه في ذاك الوقيته كان كل يوم كيكلف المغرب $1 مليون في الصحراء، لان هذاك الانتشار ديال الجنود والعتاد والخسائر والمؤن وكل ما تحتاجه في الصحراء كان على الاقل خصك $1 مليون يوميا. بلد حديث العهد بالاستقلال بكل مشاكله في التنميه
دابا شوف حنا كنهضروا في هذا الموضوع، ولكن في هذا الوقيته بالضبط ملي التفتنا جانبا نحو التعليم، نحو الصحه، نحو كذا، نجبروا واحد عالم اخر من المشاكل ومن الصعاب. في هذا الوقيته اللي عندنا هاد التحديات الكبيره ديال المدرسه، والتحديات ديال الصحه، والتحديات ديال التشغيل، والتحديات ديال التنميه، في هذه الوقيته انت مطالب انك يكون عندك واحد المصروف يومي $1,000,000 يوميا خصك تنزلها في الصحراء. هذا امر لم يكن سهلا بالنسبه للمغرب، وبالرغم من ذلك يعني تم تحمله. في 81 بدات حده الحرب كتخف بسبب واحد العدد ديال التحولات اللي هي مفهومه، وخاصه اهم تحول اللي كان اساسي وحاسم هو بناء الجدار الامني. هذاك الجدار الامني اللي بدا فيه الشعب المغرب في بنائه بدا في 81. هذاك الجدار خفف الضغط على الجيش المغربي وامن نسبيا الحدود، الشيء اللي خلى الحرب غير مجديه بالنسبه للجزائر. توج هاد بين قوسين الاخفاق العسكري بين قوسين استعداد الاخرين، استعداد الاطراف خاصه الجزائر والبوليزاريو الى تسويه سياسيه مع الموضوع. هنا بدا ذاك المسلسل ديال من جهه تم توقيع اتفاقيه اطلاق النار في 91، وكذلك بدايه تحضير المشروع الاستفتاء. المشروع ديال الاستفتاء اللي قبل به الحسن الثاني رحمه الله عليه، والذي رفضه كذلك وبقوه انذاك بوعبيد الله يرحمه، ورفضه كثير من الناس لانه ببساطه لا يفسس الناس عن ارضهم. ما يمكنش تستفتوا واش غادي نستفتوا الكنسه نقولوا واش نتوما مغاربه ولا على بلادكم، هذا شي حاجه غير طبيعيه. وهو كان واحد التنازل على اي حال، الغايه منه هو اثبات واحد الحقيقه اللي هي بالنسبه للناس ديال الصحراء لا يجادلون فيها، لان هذه الفكره ديال الاستفتاء اول ما بداوها الاسبان في الفتره اللي كانوا مازال كيحتلوا الصحراء، ولكن تلكأوا حتى المسيره في 74 73 هما كيأجلوا في هذه العمليه، لانه ببساطه من خلال وسائلهم الاستخباراتيه كانوا كيعرفوا بان هذوك الصحراء كاملين ما عندهمش مشكل مع المغرب ومستعدين ياكدوا ذلك في الاستفتاء، وبالتالي بدات اسبانيا تتلكأ في ذلك. والحسن الثاني رحمه الله كان عنده نفس الفكره بانه هذوك الناس الصحراء لو تركوا لانفسهم شيء واحد اللي يمكن يعبروا به هو انهم بغض النظر على اي شيء هو انهم مغاربه. طبعا الحال هذا المشروع هو الاخر انتكس ما نجح شيء، لان ببساطه الشروط اللي كطرحها البوليزاريو ومن ورائها الجزائر، وخصو ينسحب المغرب وزعما ولغي كل شيء والاداره المغربيه تنسحب ونجيبوا شي ناس اخرين وشي واحد الاطار اخر اللي غيشرف على الاستفتاء، شي شروط غير ممكنه مستحيله. والحال ان التحول السوسيولوجي اللي حصل في الصحراء ما بقاش معاه ممكن ابدا تجي وتقول مثلا هذا بين قوسين صحراوي اللي هو ديال السبعينات، راه تقريبا هذوك الناس اللي عملتهم اللي حصتهم اسبانيا واحد 70% منهم راه في عدد الوفيات، ناس ماتت واكثر. اذا شكون فين هما هذوك كاع ما بقاوش في الحياه الاغلبيه ديالهم؟ اذا شكون هذوك؟ غتستفتي الناس اللي موجودين حاليا. هذا بالنسبه للجزائر وبالنسبه للبوليزاريو. بالنسبه لهم مغامره، هما لا يحتاجون الى شيء واحد هو انهم باغيين الانفصال. اذا طبعا الحال كاين تطورات ديال انسحاب المغرب من منظمه الوحده الافريقيه وبعد ما الجزائر دخلت الى اخره، ولكن وصل الفتره ديال محمد السادس بها باختصار باش ما نطولش كثير، وانا طولت حسب راسي طولت واحد شويه لان هذه قصه طويله. بالنسبه لمحمد السادس ونحن نعيش عهدته ومرحلته، يمكن نتكلموا على 3 نقاط. لان علاش
الحمد لله بحكم اننا كنعيشوا هذا الحاضر، فتقريبا التطورات الكبرى الناس كلها على بال وكتعرفها الى اخره. ولكن هنا ثلاثه الحويجات اللي هما مهمين. بعد ما استكملنا تحرير ترابيا وان الصحراء في مغربها كما نقول جميعا، بعد ما تم تامين الصحراء، المغاربه اللي عايشين في الصحراء والاخبار ديال الصحراء اللي كنتابعوها يوميا انها امنه مطمئنه الحمد لله، يمكن لك تتحرك بحريه وامن، ما كاين حتى شي مشكله. قلنا واحد المشروع اللي هو اساسي، وهذا هو المشروع ديال محمد السادس، هو النموذج التنموي الجديد للاقاليم الجنوبيه. يمكن احنا بالنسبه لنا ما نحسوش به، ولكن اللي كيقارن ما بين العيون ديال 1980 ما بين العيون ديال 2020 غادي يبان له الفرق. لا غيشوف البنيه التحتيه اللي كاينه دابا تما يمكناش. طبعا الحال هادشي ماشي تطبيل، لان هذه بلادنا وحنا كنعرفوا اللي ليها واللي ما عندهاش. كاين جهد كيتبدل في الصحراء، يمكن داك الجهد اللي كيتبدل في الصحراء يمكن في بعض الاحيان اكثر من اللي كيتبدل في الكناس، هادشي كنعرفوه. ولكن هذه حقائق اللي هي ان كاين واحد الجهد تنموي كيتبدل في الجنوب كيتبدل في الصحراء، وكاين جهود اللي هي واعده خاصه ما يتعلق بهادشي ديال الميناء ديال الدخله الى اخره. هذا مهم جدا. ثم كذلك الامر الثاني اللي هو مشروع ديال الحكم الذاتي، وهذا ديال 2007 اللي غير المعادله، بمعنى توصف هذا الاستفتاء شي حاجه الاستفتاء ما بقيناش معنيين بها. كاين شيء واحد اللي هو سميتو الحكم الذاتي، والحكم الذاتي اللي بدا هذا المشروع في 2007 وكنظن دابا من خلال الاعترافات الدوليه اللي كيأكد بان هذا الموضوع يمكن يصبح قريبا جزء من الماضي، كيخلينا اكثر اطمئنانا بعد هذه النتائج اللي تحققت، وخاصه بعد الاعترافات الكثيره اللي تحققت. كنتمنى انا هذه الفتره هذه ما نطولش فيها، لان المؤرخ كيهرب من الحاضر، حنا في الحاضر خلي لي انا ذاك الحاضر. خلي لي. فشكرا لكم وعذرا على شكرا جزيلا سي محمد على هذا العرض القيم. أنا بكل صراحة حضرت في العديد من الملتقيات على المستوى الوطني والدولي، وحضرت العديد من الندوات، لكن هذه الفترة المرتبطة والمتناسقة فيما بينها والتي على ضوئها نقول على أن أحسسنا ونحن نستمع لعرض الأستاذ جبرون أننا ننتقل، نحن في الحاضر لكن ننتقل لحاضر آخر يقع بين مستقبل مليء بالانتظار من جهة والجهل يعني محطات مضت في أو من التاريخ، وكذلك الجهل بالمستقبل. ماضي يتشكل من ذاكرة الناس وما عاشته الدولة المغربية خلال كل مراحل التطور الذي شهدته منذ اعتلائه العرش في 30 يوليو 1960. ونتذكر جميعا في خطابه الأول أكد الملك محمد السادس على الحب وعلى التقارب الجزائري المغربي من خلال وصف الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة بأنه صديق عظيم. في كل مرحلة لها عناوين من الخيانة، وكأن المغرب وجد بعظمته وبتاريخه وبحضاراته وبشعبه ونسائه وأطفاله ورجاله وشيوخه
ليكون في عيون وطن وشعب آخر نحن نتمنى له دائما الخير. يعني تاريخه مؤلم، الاستعمار العثماني، الاستعمار الفرنسي، واستعمار آخر من طرف الجيش وأعوان الجيش. وأتساءل، هو سؤالي أنا، متى سيتحرر الشعب الجزائري من هذا الاستعمار، سواء القديم أو من الاستعمار الجديد بقيادة الجنرالات والكمرانات والجيش. وأعتقد أنه في عالمنا حتى العربي وفي العالم هناك شعوب قليلة ودول قليلة التي لا زالت يحكمها الجيش بكل ما يعنيه. يعني ما يمكن يعرف هذا الشيء إلا دول أمريكا اللاتينية، الدول التي عاشت وطأت يعني الدكتاتوريات والأنظمة الشمولية كما عاشها الشرق في الاتحاد السوفيتي والدول السابقة، ولا كذلك في بعض أنظمة الدول العربية، ولا كذا في يعني شمال إفريقيا. إذا 1990 2024 عنوان جديد نقرأ مضمونه في خطاب الملك بمناسبة افتتاح البرلمان. لقد قلت منذ اعتلاء العرش أننا سنستمر في الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير. وهذا هو بالقصيد لماذا فكرنا في تنظيم هذا اللقاء 18، لنعطي لهذا التغيير معنى، وأن هذا التغيير ليس حكرا. طبعا الدبلوماسية المغربية دبلوماسية لا يمكن إلا أن نصفقها، إذا الدبلوماسية كدير شغلها. فكذلك القوى السياسية أنه تحمل المسؤولية ديالها، الشبيبات، القطاع النسائي، حزب طبعا، المجتمع المدني، كل منا اليوم يجب أن ينطلق إلى هذا العنوان العريض اللي هو مرحلة التغيير داخليا وخارجيا وفي كل أبعاد هذا الملف. ودعوة كذلك الملك الانتقال من مقاربة رد الفعل، كنا مقبلة عن رد الفعل، إلى أخذ المبادرة والتحلي بالعزم والاستباقية. وهذا هو بيت القصيد، واحد الذكاء من نوع آخر، وإشراك الجميع، الطلبة والجامعة والباحثين والمؤرخين وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء. لا يمكن في اعتقادي المتواضع أن نفكر في مغرب المستقبل انطلاقا من المقاربة السابقة التي أعطت الأكل ديالها، واللي كانت مقاربة دفاعية، كانت مقاربة في المواجهة. اليوم نحن نريد مقاربة من نوع آخر، مقاربة التفكير في الصحراء وفي علاقة المغرب بصحرائه وبكل مكوناته، من أجل طبعا تجاوز تلك الوقفات الاحتفالية والكرنفالية والتسخير كل الإمكانيات المتاحة، إلى فتح الباب أمام نخب جديدة قادرة، أولا مقتنعة، دارسة للتاريخ، قادرة على تغيير يعني الموقف الجديد من الصحراء بلغة جديدة، دبلوماسية، علمية، فكرية. وللجامعة المغربية ولكل من يدور في فلكها له من العلاقات يعني على المستوى العالمي المثقفون ومن يعني المفكرين، أنه يمكن أن يكونوا كذلك سفراء لهذه القضية للتعريف أو للمزيد بالتعريف بالعدالة القضية الوطنية وبحقوق المغرب التاريخية والمشروعة لصحرائنا. طبعا أنا عندي واحد السؤال قبل ما نعطي الكلمة للأستاذ عمر الزيدي، يمكن يكون عنده افتتح يعني تفاعل
والنقاش مع الحضور القادم. كنحييكم مرة أخرى على يعني هذا الصمود وعلى هذا الحضور ديالكم المتميز والنوعي. واليوم تقريبا كنعرف كل وجوه واحدة منكم بأنكم أصبحتم حملة هذا المشروع الجامعة الشعبية، وبسيط جدا بدون تكلفة أو تكلفة، من غير تكلفة ديال الحضور ديالكم، أنه كل مرة يعني الدعوة موجهة، وسنحافظ على الأقل كل شهر، لأن هذا ما ينقصنا. أنا دوري كأستاذ، ما نقولش كمثقف ولا كمفكر، غير كأستاذ، كيف أنني ننقل المعرفة التي تخص وطني وبلدي، داكشي اللي عرفتو كامل، نخرجوا من الجامعة إنه جامعة عالم آخر، علاقة الطالب والأستاذ والنقاط والامتحانات والتقييم وكذا وكذا، هذا لم يوجد في باقي. لكن كيف أن الأستاذ الجامعي يخرج للمجتمع؟ من قبل كانوا كاين غير الهبان كيقولوا لك يخرج للسواق وكيبقى كيدوي وكذا وكذا. منهم لا على بالكم شكون سميتو اللي جات المكناس؟ سيدي عبد الرحمن مجدوب. كلشي مجادين، اللي يخرج يقول الحقيقه لا هذاك مجدوب، هذاك حمق ياك. بون حنا ما كيقولوش مجدوب، ولكن كيقولوا عليا ولا الناس اللي معنا ولا شي حاجه، وكاين اللي كتب كتب والف وكذا وجبدنا بالسميه بانه هذه الشعبويه الجديده. سيدي فهي الشعبويه، انا اتبناها، انا شعبوي. اذا كانت هذه الشعبويه الميساج ديالي راني كنوصلو، صديق عزيز عليا، ولكن كتب الشعبويه ودار في الكتاب ديالو كذا وكذا واحترمناه وكذا، ولا غادي مازال نحترموه، ولكن ما كاين مشكل. اذا كان هذه الشعبويه، انا اكبر شعبوي في المغرب وافتخر بها. وللحديث بقيه وبقايا صور. سي عمر، التفاعل ديالكم افتتحوا الباب امام ما نفتح يعني الباب ونديروا على اننا في الثامنه. كيعجبني نقول لكم دائما اننا في الثامنه غادي نوقفوا، لانه القاعه والموظفون والدكتور باش ندوزوا البيفي ديالنا، وكذلك انه توصلوا على صراط خير. اذا الاستاذ انا نكون مركز، نتكلم على دو فولي. ان فولي دو بوان لان الاستاذ مشكور دار الهيكل ديال التاريخ. يمكن يقول لك الهيكل خصو الحمايات ديالو، خصو باش يتحرك وكذا. انا داك الشيء غادي نحاول نكملو. النقطة الثانية هي في شأن البوليزاريو وتطور البوليزاريو. إن البوليزاريو تنعرفهم جيدا، تنعرفهم جيدا أولا من التظاهرات ديال 5 ماي 1970 ضد الزيارة ديال وزير الخارجية الإسباني آنذاك، في الوقت اللي الصحراء باقا مستعمرة من طرف إسبانيا. كنا درنا تظاهرة للطلبة، كان الوالي معنا، الوالي اللي استاذ البوليزاريو كان معنا، ودرنا تظاهرات في الوقت اللي تعتقل طنطان والدولة أكادير. درنا تظاهرات باش تقترح ديالو هو شي 5 ديال الصحراويين الاخرين في كيكي اللي سميتو مش عارف ايه سميها، راه كان حتى هذاك اللي كان عندكم اللي كان في الطار امين عام بيد الله حتى هو كان ديك الساعه بس الحضرمي ما عقلش عليه. دونك هادو كان ميزو بوان. اول حاجه فيما يخص المساله ديال الحدود بانت مع الدول الوطنيه حتى في اوروبا نفسها، لان في اوروبا نفسها ما كانش الحدود ما بين البلدان، ولكن كان العلاقات ما بين اللي سميتو الممتلكات ديال الفيوضاليين. هادشي اللي كان، ما كانش الحدود ديال الدول، بانت الحدود مع الدوله الوطنيه. دونك بالنسبه لينا حنا في بلدان الجنوب الدوله الوطنيه بانت من بعد ما دخل الاستعمار. هذا العنصر الاول. بالنسبه للصراع مع فرنسا، اول احتكاك يعني فرنسا راه بدات التغلغل ديالها لا هي ولا الانجليز ولا غيرهم منذ القرن 19. هذا حديث طويل.
ولكن منذ استعمار الجزائر في 1830 وبانت الثورة ديال الأمير عبد القادر، المغرب تضامن مع الأمير عبد القادر، خاصة وأنه كان عنده المنطقة ديال الرجوع هي في المغرب وسط القبائل ديال بني زلاسان إلى غير ذلك، بل أنه وصل الأمر إلى الحرب ديال 1844 اللي تحسمت بسرعة ضد المغرب، وجات الاتفاقية ديال اللامغنية. وهنا في بين التفاصيل الاتفاقية ديال اللامغنية تتحدد الحدود ما بين الجزائر المستعمرة فرنسيا آنذاك والمغرب من اللامغنية إلى حدود في كيف، والصحراء ما حدوش فيها الحدود، قالوا حتى القبائل ما ثابتينش شي منطقات يدخلوا لهنا ويدخلوا لهنا ساكنين في الصحراء. وهذا سمح عطى إمكانيات لفرنسا باش تغلغل في موريتانيا. منذ 1884 بدات تتحط المواقع ديالها في موريتانيا إلى أن احتلتها. هذه عناصر ديال التاريخ. فيما يخص المسألة ديال ديغول وتندوف، تنظن يجب أن نتذكر بأنه جيش التحرير المغربي وجيش التحرير الجزائري تأسسوا في نفس الوقت 1954، والدعم ديالهم كان تيجيهم عند محمد عبد الكريم الخطابي من القاهرة حتى الباخرة اللي جات الصلح ديال واحد الأميرة أردنية هي مولاة الباخرة، وهذيك الباخرة جا فيها السلاح الأردن، وهذاك السلاح توزع ما بين جبهة التحرير الجزائر وجبهة التحرير ديال المغرب، وكانت اتفاقات قوية ما بين جبهة التحرير والمغرب. جاء مؤتمر طنجة في 58 الساعة بيان سور الجزائر ما تقبلاش، وكاين الحكومة المؤقتة اللي كان فيها فرحات عباس، وتم الاتفاق وكان النقاش على هذه المسألة ديال الصحراء الشرقية ديال المغرب. ماذا وقع في الجزائر؟ من بعد الاستقلال مجموعة ديال الوجدة اللي ما عمرها تلقات قرطاسة ضد الاستعمار، اللي فيها بومديان فيها بوتفليقة فيها غيرها، هما اللي دخلوا وسيطروا على الحكم، خلاو معاهم فقط بن بلة. الناس ديال جبهة التحرير الوطني الجزائرية ما خداوش الحكم، اللي خدا الحكم هما المجموعة العسكرية اللي جات من الوجدة. وهنا تجي الحرب ديال 63 وفيها غنهي هاد التوضيحات. الحرب ديال 63 هي جات لتغطية ما وقع في القبائل، لأن في القبائل كان كريم بالقاسم وحسين آيت حمد قايمين بتراث ضد الحكم اللي تخطف منهم لأنهما جبهة التحرير وقايمين ضد الحكم. بوطياف آنذاك هرب وجا دخل المغرب، ضيور بقى في المغرب إلى أن رجعوا تم الاغتيال ديالو. إذا الناس ديال جبهة التحرير كانوا مع المغرب، اللي ما كانش مع المغرب هما الوصوليين العسكريين بحال بومديان وبوتفليقة وواحد العدد منهم هما اللي شدوا الحكم. و 63 شعلوا هذا العاني باش يغطيو على ما يقع في منطقة القبائل من قتل للمناضلين وكذا، ويجمعوا ديك الحمية الوطنية ديال الشعب الجزائري. ها هما حقرونا، ها هما بغاو يقتلونا هكا، لأن هاد الشعار ديال المغاربة حقرونا هو اللي ولا تيهديو بالساعة. نساني من هاد التوضيحات هادي ديال اللي بغيت ندير فقط هذاك الشيء ديال اللجنة الرابعة. أذكر بأنه في الحكومات الأولى ديال المغرب إلى حدود الحكومة اللي كان مترأسها محمد خامس، لأن من بعد ما قالوا حكومة عبد الله إبراهيم محمد خامس دار حكومة ودار فيها الحسن أنطون كامير ديك الساعة هو اللي كان تينوب عليه في رئاسة الحكومة. الحكومة كان فيها وزارة سميتها وزارة الصحراء وموريتانيا، والمغرب دار كتاب أبيض حول الصحراء وموريتانيا هو اللي حطو كمذكرة في الأمم المتحدة. هذا كان في التاريخ. طبعا موريتانيا سيتم الاعتراف
بها، لان كانت المناوره ديال فرنسا وقادو مختار ولتهدا كان محامي موريتاني في فرنسا، جابوه ردوه رئيس وداروا الجمهوريه. المغرب ما اعترفش بها الى حدود 69 باي مناسبه، ومزيان تقال المناسبه اللي تعترف بها موريتانيا هي من بعد الكيان الصهيوني ما حرق المسجد الاقصى. دعا الحسن الثاني الى لقاء الدول الاسلاميه في المغرب، واعترف موريتانيا بهذه المناسبه باش موريتانيا حتى هي تكون حاضره، وتما فين تشكلت منظمه القمه الاسلاميه والشعب بحال هكا. بون بوليزاريو مناضلين صحراويين كيف بحال قال الاستاذ مغاربه، ولكن ماشي فقط، كانوا المغاربه وكانوا الموريتانيين. نحكي لكم حكايه هذه في سوريا، في النقاشات اللي كانت داخل القطاع الطلابي ديك الساعه في الرباط. كانوا مناضلين من الصحراء، مناضلين موريتانيا، كانوا ينتمون الى حزب سري انذاك سميتو حزب المسلم، سميتو حزب الكادحي، وكانوا مناضلين ديال المغرب. النقاش كان شنو هو؟ خصنا نواجهوا هاد الحكومات القبليه اللي عندنا ونوحدوا المنطقه كامله. ما كانش مطروح عمليا شي حاجه اسمها جمهوريه صحراويه ولا شي حاجه، كان مطروح بانه المغرب والصحراء وموريتانيا كل شيء يتوحد، ولكن خاصنا كنا ننظروا على هذا الاتجاه. هذا العنصر الاول. العنصر الثاني، الوالي اتصل بعمر بن جلون، اتصل بعلال الفاسي، اتصل بعلي عتا، وهذو كلهم القيادات ديال الاحزاب، استقلال، اتحاد، على كلهم تيقولوا دخل الحزب وديك الساعه نتذكروا في الاخر دخل الحزب التحرر والاشتراكيه ديك الساعه، باقي ما سميتو التقدم والاشتراكيه، ولكن يشاف بانه دائما هناك تهميش للنقاش على مساله الصحراء. خرج ناقش مع اصحابه. اول لقاء داروه في 20 ماي 73 في قلت الزمور. داروا لقاء تما تناقشوا لانصاو البوليزاريو، كانوا هما من المغرب وكانوا وحدين اخرين من موريتانيا، وانطلقت العمليه في الجزائر. ديك الساعه بقى ما في اخبارها والو، ولكن اتصلوا بالقدافي. شكون اللي لقاهم بالقدافي؟ الوالي اللي لقاه بالقدافي مناضل من سنه، ابراهيم الشلح تيقولها بفمو، وهو يقدموا في اطار مؤتمر ديال الشبيبه العربيه. كانوا هناك في طرابلس وقدموا القدافي. ديك الساعه القدافي طلق الحماس ديالو وبدا عبر عن الاستعداد ديالو ديال الدعم بالمال وبالسلاح، وبقى عندهم كيفاش غيديروا السلاح. واش الجزائر ما تعترضلوش في الصحراء، كيفاش يدخلوه؟ في الاول داروا شي لعبه، واحد مجموعه الشرط دخلوهم عن طريق الدبلوماسيه في المطار ديال نواكشوط، داكشي ما كافيش وبداو كيقلبوا. دونك العمليه الاولى تم الدعم ديال القدافي. فيما بعد الجزائر تثق الخبار. غادي انا قررت ندير تيب في الجزائر تثق الخبار، غتعتقلهم، ومن تما غتبدا القصه ديال الجزائر تلاح في الموضوع. ملي تلاح في الموضوع الوالي ما يقبلش وادى بها بالروح ديالو، لان الجزائريين هما اللي قتلوا الوالي وداروا القياده اللي بغاو، وصبحت بوليزاريو عمليا منفذه لتوجيهات المخابرات الجزائريه. شكرا. فقط اسمح الأستاذ عمر،
صافي. شكرا أستاذ عمر زيدي على هذا التفاعل. كان ولكن الوقت لا يرحم، ولكن كنحيي صديقي والأستاذ عمر على يعني هو الحديث بشجون، خاصة في كل ما يتعلق بالحركة الانفصالية ديال البوليساريو وكل تداعيات هذه الحركة الانفصالية المدعومة بشكل واضح من طرف الجزائر بالمال وباللوجستيك وبالبروباغندا وبكل الأشكال اللي يمكن أن كما كنقولوا الجزائر العدو ديالها للأسف ماشي هو الجهل والفقر، ولكن العدو ديالها هو المغرب. ولكن كالرد ديال الملك في الحديد واخرها انه اليوم ما بقى كيعقل على شي واحد المغرب ان ملف الصحراء هو النظاره التي ينظر بها المغرب الى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعات الشراكات. كنظن على هذه الارضيه غادي يبني الجيل المقبل العلاقات ديالو. فالكلمه لكنا ولكم من سؤال او تفاعل. الكريم أميمة.